امبارح شفت فيديو واحد منزل 200 جنيه. بيقول لي ال 200 جنيه دي ب 30,000 جنيه، فحبيت اشوف الفيديو. لما دخلت لقيته في الاخر بيقول ان هي لازم تبقى فيها شروط معينة وعلامات معينة، ولازم حرف النون يبقى نون واحد فلقيت الكلام يعني في الاخر انت بس بتعلق الناس وبتعشم الناس وعلى الفاضي، لان هو قاعدة واحدة على ال 200 جنيه وعلى ال 100 جنيه وعلى ال 5 جنيه وعلى الجنيه. كلها قاعدة واحدة، كلها قاعدة واحدة. ايه بقى القاعدة بتاعتها؟ ال اي ورقة نقدية بتقع معاك، اذا كان هي اول الاصدار يعني حرف زائد واحد، يعني زي نون واحد كده في ال 200 جنيه، تبقى دي اول الاصدار، تبقى غالية. او اخر الاصدار، طبعا 200 جنيه شغالة لغاية دلوقتي، مفيش حاجة اسمها اخر اصدار بالنسبة لها. اخر اصدار يعني خلاص ما بقاش يصدر منها حاجة تاني. او كانت الورقه فيها لو سبع ارقام، يبقى 6 0، يعني 0 0 0 لغايه 6 1، و0 0 0 2، 0 0 0 3 لغايه 9. او كانت ارقام صلد، يعني كلها وحيد او كلها اتنينات او كلها تلاتات لغايه 9. او كانت الورقه ورقه احلال، يعني ورقه احلال يعني حرف من غير رقم. دي بيكون موجودة عشان تحل محل الورق اللي بيبوظ أثناء الطباعة، اسمها ورقة إحلال. أو كانت ورقة نموذج، يعني زي اللي أنا منزلها دي، علشان مش للتداول، ك كعينة بينزلوا حاجة عينات. النموذج دي مش للتداول، بتبقى عينات. فاحنا تاني عشان الكل يفهم، يا جماعة الأرقام إذا كانت زي كده 0 0 من 1 لغاية 9، أو كانت الأرقام كلها وحيد زي كده لغاية 9، لغاية 9 برضو. أو كانت أو أول إصدار، يعني حرف زائد واحد بنقول عليه أول إصدار. أو كانت آخر الإصدار، إذا كانت يعني الورقة خلاص مش بيطبعوا منها تاني، بيبقى ليها آخر إصدار. عندما توقف الإصدار بيبقى آخر إصدار ليها. ماشي، بنقول نون الرقم، نحط الرقم ونشوف الرقم يبقى كام آخر إصدار. ماشي، دي الحاجات اللي بفلوس. أو أوراق إحلال بدون رقم، حرف من غير رقم، اسمها ورقة إحلال، بنقول عليها ورقة إحلال، حرف من غير رقم. دي كلها بفلوس، مش شرط 200 جنيه ولا 100 جنيه. أو أوراق نموذج ليست للتداول فقط لا غير.